معك يوسف ولد عائله فقيره في حي شعبي ومع ذلك مدلع. خرجت من الكاتريان بعد ما طردوني بسبب استاذ ديال الاجتماعيات. غنعاودها لكم بحال الخرافه وانتم حكموا شكون ظلم الاخر. كنت كنقرا في الكلاس عادي وداك النهار اخويا شداتني زريقه او ما يسمى بالاسهال ثلاثي الابعاد. هزيت يدي الاستاذ قلت ليه نمشي للطواليت حتى صدمني بكلمه لا. عيط نطلب فيه هو كيقول لي واخا تحطها هنا والله لا خرجتي. درت شفت في صحابي وما يغمزوني باش نديرها. بقيت واقف كنشوف داك الاستاذ وراكم عارفين المراهقه ولات الجمعات مع الرفقه السيئه اش كتعطيك. حتى ما عرفت شنو قال لي راسي وباش ما نكذبش عليك والله يا خويا ما كنت قادر نصبر، ولكن كان عليا ما نسمعش ليه ونخرج نجري. دماغي تقسم على جوج، واحد كيقول لي سير خرج جري وسير للطواليت مولاها ربي، ودماغي الزوين الاخر قال لي حط عليه في القسم. وانا نهبط السروال وكتسمع غير طرق طرطوقه حتى كنشوف القسم كامل هرب بقوه الرائحه ديال القنبله. هيروشيما الخنزاويه. داك الاستاذ بقى واقف مصدوم يشوف فيا ويقول في نفسه مسكين شوف على حياه كي دايره. قريت حتى عييت باش يجي واحد يخرع عليا شويه، هز حوايجو وخرج تخربق. من بعد انا خارج كنضحك بحال صانع لهم كيكه ديال راس العام، ووليت بطل قومي في مدرسه كلشي يشوفني ويضحك. حتى صدموني قالوا لي تم التوقيف على الدراسه والخيبه والحشومه تعرف السبب. خريه حبستنا الكارير ديال حياتنا. المهم ماشي قصتنا هادي. بقيت عامين مسركل غير النعاس الفياق اللعب. حتى دارنا للاسف ما داروا حتى مجهود باش يزيروا معايا الطرح، وهذا الشيء كنشوفو كان بزاف في القديم. بغيت تخرج من المدرسه ما كاينش اللي يحاسبك. الحمد لله دابا الوضع تبدل والمغاربه عاقوا ولاو يزيروا ولادهم في القرايه. وهاد القضيه بصح بزاف ديال صحابي كانوا كيقراو معايا انا في البريمير وخرجوا ناس عاوتاني اخرين في الكوليج. هادشي غير الجينيراسيون ديالي فما الساك اللي قبل. المهم تبليت بالمخدرات والصهير. تعاشرت مع قوم حاشا واش يكونوا بنادم. ما درتش لاكارت حتى درت 20 عام اللي باي ذا واي كنت كنبان فيها بحال عندي 38 بسبب البليه وديك الحياه. كنت كنكريسي بالخف حتى تشديت ودوزت فيها مده ماشي كبيره بسبب الدوسي ديالي اللي كنقي، والاخرين اللي معايا كاملين ضربوا 5 سنين الفوق. انا بحال ربي بغاني نحل عيني وعطاني فرصه اخرى. دوزت داك الحبس في واحد التكرفيس خايب بزاف. كنعس وحاضي ترمتي العمله فيا الكارو. عندك كارو غادي تاكل مزيان وتنعس في بلاصه امنه، ما عندكش كارو غضرب العدس في غراف هو اللي تشرب به هو اللي تدوش به وتغسل به الطواليت. تكرفست بمعنى الكلمه وخرجت لقيت راسي بوحدي كاع عشراني. حاشا الله من هاد الكلمه اللي كيستعملوها غير هما كلهم مشدودين. خرجت استقبلوني بحال شي بطال. لقيت حيوط دربنا كلهم مكتوب فيهم سميتي وسميه ديال دوك الاخرين وكاتبين حداهم الله يطلق سراحك اخويا فلان. الفرده مشى مظلوم. ردونا ابطال وحنا كنا غير شمكاره ديال الويل. كنا قدوه للدراري الصغار. هادو نفس البلان ديال دابا صحاب تيك توك وانستغرام اللي ولاو قدوه للدراري الصغار. فراسكم في واحد الوقت اللي ما كان والو كانوا بحال هاد الشمكاره في شي دروبه راه هما القدوه ديال الدراري الصغار بحال دابا لي زانفلونسور ولا داكشي ديال تيك توك انستغرام. وبيان سور ماشي نفس الشيء غير باش تفهم راه كان ديما خاص بنادم شي واحد تولو كابتو. ايوا داك الوقت ما كان والو من غير الشمكار ديال الدرب والالترا ويضربوا الدروبه. ما لاحظتوش هادشي ما بقاش دابا حيت بنادم لقى ما يدار. الدماغ ديال الانسان خصو ديما يكون عامر بشي حاجه، اما يعبر بشي حاجه مزيانه ويتلاها فيها وخدمه ويحاول يوصل، ولا يقدر يتلاها بالخرق. وكاين واحد النوع سبحان الله دماغه كيتلاها بالخرق. الحمد لله لا انترنت ولا شادنا بعدا شي ناس في الدار ولا في قهوه داير لي زيكوتور وملاهي. راه نفس الشخص كل ما كانش عندك راه ملاهي في شي مضاربه ولا في شي مشكل. المهم الجاهليه اللي عشتها كنبكي على السنوات وعمري اللي ضيعت. الراجل داك الوقت هو اللي كيسب ويعربط ويفيق الدرب، ونهار يمشي للحبس كاين اللي كيزغرتو بالفرحه كاع. خويا انت ما عرفتش هنا كوخ كنتي ساكن فيه مبينه شي بلاصه كيقولوا لها القريه. الصلاوز غنتشوفوا الفوق طلعني للقريه. المهم رجعت للحومه جايب معايا موبقات اخرين من الحبس. ما عرفتش شنو هاد الموبقات وقيلا بغا يعني ليها بلانات شي كود كيهضروا به العجران. في الحبس كنتعلموا كيفاش نحلوا القفوله ونكريسيو بالزيزوار وتعلم النصب والاحتيال. كتحفظ المسطره الجنائيه غير مع المحابسيه. في الحبس كنت تلاقيت مع دري مسكين من نواحي الاطلس ما كيعرفش العربيه مزيان ولكن نفسه حاره وتا واحد ما كيقرب منه حتى على ما كيقولوا مطيح روح. كاينين قوانين كيعرفوهم غير اللي مدوز عامين الفوق ماشي 6 شهور. تما تعرفت على داك الولد اللي كان من اظرف خلق الله وكان قاري القران وملتزم، ولكن السبب لاش قتل وشكون الضحيه ما عرفتوش، وهو براسو يتفادى يهضر في الموضوع. كان هو مؤطر ديالي تما وخيرو عليا كبير. مورا الخروج ديالي وليت كنتعصب دغيا وما كناكلش بزاف وليت مدمن. الوالد كان عيان مره يخدم مره ما يخدمش. اختي خدامه في المليه وهي اللي كتصرف. بغاوني نرجع نقرا ما بغيتش. كنعس النهار كامل ندور بالليل. اخرها دخلوني المعهد ديال الفندقه بالفلوس. كل شهر الوالد واختي كيحطوا عليا 1000 درهم مساكن باش نقرا وانا مكلخ لا لغه لا مورال. دخلت كنتفرج في الناس كيقراو واخا اغلبهم مطمس بحالي غير هما ولاد عائلات. داز عامين دغيا ما قريت فيها ما والو. المهم عطاوني ديبلوم هكاك وخرجت ستاج. تما غادي تبدل حياتي وغادي نبدا نشوف عالم اخر بعيد على عالم الحومه والتشمكير. تما خوتي العزاز غادي ندوز ستاج في اوتيل دبر ليا فيه واحد السيد طلباتو الوالده. عرفتوا اخوتي فاش كتكون فاشل كتجيب الدل حتى لعائلتك. الوالده يومين وهي كتجلس قدام الدار باش تحاول تلاقى بداك
السيد وطلبوا الله يسمح لنا من الوالدين. داك ستاج تحكيت فيه بناس من عالم اخر، تما عرفت راسي حشره وكان خصني نكون انسان. واخا تكون بلي بكرامتك، شفت ناس تما كتسكر بحالي وتا كتبول في سروالها. وفاش نعاود نشوفهم في النهار عادي نقي زوين، ناس قارين اللغات واصلين، وحنا شعب الفقر شادين البليه بالمقلوب. لا سنان زينين لا وجه زين لا لبس نقي لا بليه زينه. ودي دوزت تما شهرين خلاوني نزيد شهر حيت كنت منضبط وبديت كنحس بالتغيير. كنشوف ناس واصلين وبديت نديرهم قدوه. بعد ما كان القدوه ديالي حمزه ولد نجمه ودوك السميات ديال الزفت. كملت ستاج خدموني نيشان بحال قلاروب. صبرت ولكن كنت كناكل ونشرب تمانيت. وانا بغيت نقول الدراري اللي كيقلبوا على خدمه ما كنهضر مع بزاف دوك لي زابيل ديال ليميغراسيون اللي باي ذا اي واحد بغى يهضر في داكشي ديال كندا. النمره لتحضير واتساب ديال ايميغريشن كويز تقدر تعزلني وبوكي ابل. ولكن بزاف كنهضروا على هاد القضيه ديال الخدمه كتلقى شي واحد بدل خدمه بخدمه على قبل 500 درهم زايده. ولكن ديك الخدمه الجديده بعيده بزاف على الاولى، فيها ستريس كثر، وليتي تحت شي سوبرفيزور فيه صداع الراس، زايد فيها السوايع. ديما ضرب الحساب لهذا الشيء. جيت تكون خدمتي عيانه ولكن ملي كتجي تحسب كتلقى عاطينك مثلا فين تسكن ولا الماكله ولا غير مرتاح. راه اي حاجه عندها واحد القيمه ماليه. هذاك ستريس اللي يقدر يبقى يتسبب لك تخيل شهر كامل كل نهار جاي ما حاملش خدمه، كل نهار واحد فارع لك راسك راجع للدار معصب، ما تخليك دير حتى حاجه اخرى. دوز عام راه يهرب لك يولي خصك طبيب. واش كانت وورث ديك 500 درهم اللي درتي على هذه الحاله كامله وترونسبور؟ لا. فبليز اي حاجه ضربوا لها الحساب. من بعد قررت نكري قريب اللوطيل في بيت مع شي دراري نقيين خدامين معايا. كان فيهم واحد الدري تبارك الله عليه قاري الفرنسيه في لافاك وكيعرف حتى لونجلي وشويه ديال الالمانيه. بغيت نقول الدراري اخويا الفرونسي كاع ما كتخرف صراحه في لافاك نيت. اللغات اللي بغى يقرا شي حاجه راه غيقراها راسو. اما داك الشيء اللي كيقراو بعدا لك في البوبليك ولا حق تسنى حتى ورا الباك وتقرا اللغه راه ما كايناش. الحمد لله دابا راه عطا الله لي شين في يوتيوب لي سيت، ما بقى حتى شي عذر الا بغيتي تتعلم شي لغه. واحد الوقت راه كنتي الا ما خلصتيش ومشيتي لشي سونتر خد شد عليه الطريق والله لا قريتها. استافدوا شويه من التكنولوجيا الله يرضي عليكم. المهم الدري ظريف وخدام على عائلته اللي كاينين في العروبيه. وليت كنعمر معاه ما كامله 6 شهور. لقيت راسي كنفهم ونقدر نتواصل بالفرنسي والشكر كيرجع ليه حيت كان ديما باغي نتعلم ويهضر معايا مره. هادشي نفعني في الخدمه. ما بقيتش كنحوفر بزاف بحال الاول. طورت راسي شويه في لوطيل واخا الصالير ميت ولكن كنت تعلمت بزاف ديال الحوايج وحنا داوين عليه. تخيل دابا مثلا خدمه تمشي تتعلم فيها شي حاجه جديده افونسي في الكارير ديالك راه احسن لك من بلاصه اللي عطاوك كثار في الصالير وما غتزيد فيها والو. داكشي اللي دير اليوم ديرو غدا. ديما فكروا بعيد. المهم وليت تحسن في الطريقه ديال الهضره واللباس واللغه والنقا. نعم سيدي البليه نقصات بزاف حيت كاين بديل العفن اللي كنت مولف في لوطيل. عاوتاني شفت العجب ديال العجائب ديال القوم. واحد النهار جاو السياح من اجونس ديالهم من واحد البلاد صغيره سميتها لوكسمبورغ. ما عمرني سمعت بها حتى لذاك النهار. كانت معاهم قاوريه في عمرها 37 عام يعني كبر مني ماشي بزاف. النهار الاول غير هكا طاحت بحال عيني في عينيها وبقينا كنتشوف في لوطيل. يعلمونا دخل سوق راس ولا غادي تجيبها في عظامك. درت عيني وهبطت نقابل شغالي رغم انها كانت باينه كانت شويه الزعطه دوك النظارات والشوفات ماشي عاديين. ديك السيمانه كلها ما كتبانش حيت كنخدم في الوقت فين هما كيكونوا خارجين مع الكيد ديالهم. نهار اللي غيكتب ربي نهضر معاها هو نهار خرجت من الخدمه مع 6 العشيه وتلاقيت بها بالصدفه. سولاتني فين غادي قلت لها خارج. وتقول لي بغيتك تساريني في المدينه شويه. قلت لها اها. وانا كنقول في راسي صافي طيحت زور من فوق السور. خويا شاد الامثله ديالك ديال القريه. وليت في مرحله نطيح الكور يشهد يا تاريخ. المهم خرجتها ساريتها دبرت لها في داك الشيء اللي بغات تكمي تصدقات لاصقاني كل نهار. وعاد اعترفت ليا انها شافت في وجهي وجه الجوانات وبغاتني ندبر عليها باش تبوق تبويقه مغربيه. وانا في الاول مسكين كيسحابني راه السيده مزعوطه في زيني. ساعه غا شافتني اول شمكار ايوا ودات شي زاد قمعني اكثر من انا اصلا مقموع. تعاشرنا مدتها مشات وبقينا على اتصال. ولات كل 3 شهور تجي دوز فاكونس في لوطيل نيت اللي خدام فيه. ايوا سير بزاف الايام حتى لواحد النهار شبعنا جوانات ديال بصح وهي تبلات بدات تسول فيا مسكينه ومعلقاتني حتى انا كامي حشيش مزيان. وانا نعاود لها قصتي من الاول حتى الاخر كما كنعاود عليكم دابا. ومع الجوانات لساني تطلق في اللغه. تعاطفت معايا وقالت لي غدير معايا جاست حيت انا ولد الناس وعمرني طمعت فيها ولا تحرشت بها ولا قلت لها صيفطي ليا ولا تزوجي بيا. قالت لك غادي تجي تزوج بيا وتشديني وتوقف معايا تندير وريقات. وهذا الشيء اللي غادي يخليني نترحم عليها مسكينه في هذا النهار حيت توفات بكورونا هذيك اكثر من 3 سنين. السيده فرمليه في بلادها وقالت شحال حنات في فوق ما تسمع فرمليه عرفها حنينه. اصلا هادشي علاش دارت ديك الخدمه. هذوك ديال المغرب موضوع
مشروع اخر كتلقى هذيك عزلاتها واقيلا قالت لها فاطمه فيها ما يدير كاين الخدمه، وداك الشيء علاش كتلقاهم يوقفوا عليك بحال باغيين يتضاربوا. وانا هادشي كامل كان كيسحبني هاد التبويقه. صحات بقات كتهضر عليها، داز الوقت بقات كتهضر عليها، ودغيا طرقات معايا المسمار وبصح داتني، وقفات معايا في كل شيء، الخدمه الاوراق، ضربت معاها عامين كنا بحال والو نبغيو بعضياتنا، ولكن هي جاتني مال الاخر وقالت لي هي كتبغي البنات وما عندهاش مع الدراري. شديت وريقاتي وقررت نبدل العتبه. كنت تعلمت الالمانيه اللي ساهل تعلم لها الا كنتي في لوكسمبورغ. شديت طريقي لالمانيا وتما فين تكمشت، بعدت على الصداع ودرت فيا خير، الله يجعلو لها في ميزان الحسنات يا ربي. واحد البلان نسيت كاع ما قلتو لكم، راه اللي عنده سوابق كيتكرفص مزيان باش يدير الفيزا والتخربيق كامل، فيها الطلوع والهبوط ومحامي وروينه. القصه ديالي سميتها كفاح حيت كون ماشي با امي واختي اللي كافحوا عليا، كون دابا غنكون موضوع في شوف التيفي. المغاربه كانوا غيشوفوا صالون دارنا. في المانيا قريت الطبخ حيت اصلا راه شويه فاش كنت خدام، مازال ما مزوجش زعما في الحقيقه. عائلتي مهلي فيها، بالنسبه ليا هما كلشي. اللي دابا سكنتهم في حي نقي على فين كنا مرتاحين، وجيت غير هاد الصيف بعد مده طويله ما جيت. ومع وصلت للدرب كنسول على الدراري اللي كنت كنعرف. اخر الخبار اللي لقيت واحد فيهم مات الله يرحمه، والثاني تعوق بسبب مضاربه. كيبقاو فيا حيت الصعب هو تعيش في الجاهليه وعند بالك راك عايش في الجنه. خويا انت راك كنتي ساكن مع الحباشه. واحد النهار غادي في الطوموبيل نتقدى شي حاجه حيت كنت خاصني نرجع في حالي للغربه، وانا غادي في الشارع حتى كيبان لي واحد من دوك الدراري اللي هو الثالث، لقيته حمق وغادي كيجري في الشارع، صنداله وصنداله لا، الدموع هبطوا ليا، بقيت كنبكي وكنغوت في الطوموبيل. تخيل انني ما تنقدتش وانني ما مشيتش لاوروبا، راه كان غيكون حالي بحال واحد من هاد الدراري ولا اكثر. المهم كنتمنى من قلبي لاي واحد كيتصنت ليك اخويا انه يعرف باللي البليه عندها طريق واحد ونفق واحد غادي تدوز منه، ونتيجه وحده، لا صحه لا فلوس لا مستقبل. تحياتي لكم من القلب. خويا يوسف ما نقدرش نشكرك بزاف، قصه واعره وشكرا ليك بارطاجيتي معنا هادشي. بصراحه ما عندي ما نزيد اكثر من هادشي اللي قال. خليو لي شي كومونتير زوين توا مني دخلي تشيكي هاد الفيديو في يوتيوب، بارطاجيوه مع صحابكم باش الميساج ديالو يوصل لكثر ديال الناس. وراه بصح بزاف مساكن خصهم غير داك السويتش اللي تحطوا فيه في بلاصه اخرى ويعرفوا راه كاينه حياه احسن. تهلاو ليا في راسكم، كنبوسك ونشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.